السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. كيف ما غتشوفوا اليوم وصفه اليوم غتكون عباره على كيك ديال عيد الميلاد اللي غتكون على شكل 5. غادي نشوفوا الطريقه ديال التحضير، طريقه سهله، وايضا طريقه التزيين حتى هي طريقه سهله. فبقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير فغنحتاجوا ان شاء الله 5 ديال البيضات بحراره المطبخ، كأس من السكر الخشن أو السكر سنيدة، نصف كأس من الزيت النباتية، نصف كأس من الحليب، وكأسين من الدقيق الأبيض، ثم كيسين من الخميرة الكيميائية، وكيس من السكر بنكهة الفانيليا، ورشة ملح. فندوزو مباشرة لطريقة التحضير. غادي نوضعوا 5 بيضات في إناء، نضيفوا عليهم قبصة ديال الملح، نخلطوا كل شيء مزيان حتى كيصفر الخليط، ما كيبقاش صفر، كيولي اللون ديالو فاتح بهذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا معايا هذا هو القوام ديال البيض بعد ما طلع لينا. من بعد غنضيفوا عليه كأس ديال السكر الخشن وكيس من السكر بنكهة الفانيليا. نخلطوا كل شيء ايضا حتى نحصلوا على قوام كثيف ومتجانس. هذا هو الخليط اللي غنحصلوا عليه. من بعد غنضيفوا نصف كأس من الزيت النباتية، نصف كأس من الحليب، نخلطوا كل شيء ايضا. من بعد غنبداو باضافه الدقيق بالتدريج، كأسين من الدقيق الابيض، نخلطوا بالتدريج، نضيفوا الدقيق شويه بشويه باش ما يتحببش لينا ويوليو عندنا دوك الكويرات. وما نساوش ايضا خميره الكيميائيه ايضا نديروها مع الدقيق. خلطوا جيدا. هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا اللي غادي نحصلوا عليه في الاخير. صافي، من بعد غادا نخوي الخليط ديالي في صفيحه الفرن اللي غادا ندخلها للفرن بارد، ما سبقش ليا وشعلته على درجه حراره 180. غادا نشعل ليه من الفوق ومن التحت. وفي هذا الاثناء غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه ديالنا، كريمه الخفق او كريم شانتيي، اللي غادا نحتاج فيها 150 ملل من الحليب البارد ومستحضر الكريم شانتيي. غادا نخلطهم جيدا حتى نحصل على هذا القوام هذا. غادا نوضعه جانبا في الثلاجه. من بعد غادا نجبد الكيك ديالي من الفرن. هذا هو الكيك ديالنا من بعد ما طابنا. من بعد غادا نقطع الكيك ديالي الى نصفين. غادا ناخذ رقم 5. هذا الرقم هذا انا اللي صايبته، يمكن لكم تشريوه جاهز، يمكن لكم تصاوبوه بنفسكم اي رقم بغيتو، سواء 5 او غير ذلك. فانا غادا نحاول نثبت الرقم جيدا فوق الكيك ديالي. الان من بعد ما ثبته جيدا فغادا ناخذ المربى او الكونفيتور، غادا نخلطه مع شويه ديال الماء وغادا نسقي به الكيك جيدا. من بعد غادا نجيب الكريم شانتي وغادا نغطي الوجه جيدا. هنايا وضعت فوقه الطرف الاخر او النصف الاخر، وضعته فوق الطرف الثاني، وضعته فوق الطرف الاول. وغادا نبدا نطراسي ديك رقم 5 كيف كتشوفوا معايا. غادا نقطع جميع الزوائد، غادا نحيدهم حتى نحصل على الشكل ديال رقم 5 بهذه الطريقه. هذا هو الرقم بعد ما حصلنا عليه. فالان غادا ندهنو ايضا بالمربى جيدا. من بعد غادا ندهنو بالكريم شانتيي جيدا ايضا. نحاول ندهنو من جميع الجوانب، نغطي جميع الجوانب بهذه الطريقه. من بعد غادا نجيب جيب الحلواني، غادا نوضع فيه الكريمه وغادا نزينو بهذه الطريقه بهذه النجيمات هادو. يمكن لكم ديروا اي شكل كتبغيو. انا فضلت هاد الوريده هادو حيتاش ساهلين وسريعين في نفس الوقت. غادا نحاول نغطي جميع الكيك ديالي من جميع الجوانب، من الفوق ومن الاسفل وايضا من الوسط. غادا نغطي كيف كتشوفوا معايا حتى ما تبقاش تبان ليا الكيك نهائيا. من بعد غادا ناخذ هاد عجينه السكر اللي خديتها جاهزه ايضا. غادا نوضع
بهذه الطريقه، نقيطات او نجيمات او وريضات كيف ما بغيتو تسميوهم. المهم انا درت هنايا اللون الوردي وايضا لون بنفسجي واللون الاخضر، فلكم الاختيار. كيف تنقول لكم دائما في التزيين، انا خديت تزيين بسيط وسهل وسريع في نفس الوقت. الان غادا نجيب واحد النجيمات ايضا ديال السكر وغادا نديرهم من الفوق وغادا نزين بهم بهذه الطريقه. درت ايضا هنايا قطع من الشوكولاته. يمكن لكم تستعملوا الفواكه، ايضا فواكه طريه، فهي ايضا كتجي زوينه في التزيين. هذا هو الكيك ديالي غادا نحصل عليه. كيف كتشوفوا معايا الشكل ديالو كيجي زوين بالفعل، وايضا المذاق هائل جدا. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم والوصفه تكون جاتكم ايضا سهله. فما تنساونيش الدعم ديالكم بجيم، تعليق زوين والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي.